وهو بيخلع بنته بيقول لك حسيت بنشوة وإثارة عليها على بنته وعاشرتها معاشرة الأزواج. لكن إرادة الله إن البنت يحصل حمل. كانت البنت ولد وكان رايح يرمي البنت المولودة، كان ناوي يرميها في مصرف. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف الجرائم اللي بيهتز لها عرش الرحمن. القتل، يمكن هدم الكعبة أهون على الله من إراقة دم مسلم، لكن الجريمة دي أشد من القتل. تخيلوا الجريمة دي أشد، يعني لو جبنا واحد وذبحناه أخف 100 مرة من اللي حصل النهاردة. في محافظة السويس أسرة ربنا رزقها بطفلة جميلة، لكن للأسف من ذو الهمم اللي هم إيه؟ اللي احنا باللغة الدارجة بتاعتنا بنسميهم المتخلفين، لكن هي أجمل كلمة تتقال عليهم من ذو الهمم. كلمة متخلفين عقليا، كلمة الكلام ده مش مظبوط، لأنهم هم ربنا يعني أردته كده. فالأب والأم ربنا رزقهم ببنت جميلة بيضة وحلوة جدا، لكن مولودة من ذو الهمم. البنت غير مدركة للي بيحصل حواليها، جسمها بيكبر لكن عقلها عقل طفل صغير ما كملش 3 سنين، في حين ان البنت كل ما جسمها يبان عليه الأنوثة كانت أمها بتخاف عليها جدا، وكانت بتحرص ان هي ما تخرجهاش تلعب مع الأطفال، لأنها بتطلع تلعب مع الأطفال اللي عمرهم 3 سنين و4 سنين، في حين ان هي سنها وصل 14 سنة كملت الأنوثة. فكانت أمها على طول بتحرص إن البنت ما تخرجش بره البيت أبدا، خوفا عليها من الحيوانات المتوحشة والشباب الطايش اللي ما بيخافوش من رب ولا بيعملوا حساب للعبد. فكانت الأم قافلة على بنتها تماما، لدرجة إن الجيران لما كانوا يروحوا يسلموا كانت تخليها تقعد وهي جنبيها، تقول ده احنا ستات مع بعض. كانت امها تخاف جدا عليها، احسن وهي مشغوله مع الجيران البنت تطلع بره تخرج من الباب لانها طفله عايزه تلعب في الشارع. فكانت امها حتى لما الجيران يزوروها كانت بتخاف على بنتها وتبقى قاعده ماسكاها في ايدها كده. وكانت الام لما تروح تجيب حاجات البيت، لحمه، رز، فراخ، طعميه، فول، فطار، عيش، كانت تخلي جوزها تقول له خليك مع بنتك، اوعى تسيبها ولا عينك تغفل من عليها، اوعى تسيبها او عينك تغفل من عليها. فكان الاب طول ما زوجته بره بتجيب طلبات البيت يفضل الاب ماسك بنته كده ما يحركهاش من جنبه، خايف احسن بنت تغفل وتطلع بره تيجي مراته تخرب الدنيا عليه وتقول له هي دي الامانه اللي انا سبتها لك. لكن طفله زي دي 3 سنين عايزه تدخل الحمام، وامها سابتها مع ابوها ورايحه مشوار، فالبنت قالت لابوها عايز تعمل حمام. طفله 3 سنين اللي زيها لسه يعني، لكن جسمها كبير. فالاب هو بيخلع لبنته، الاب ابوها مش جوز امها، ابوها، وهو بيخلع بنته بيقول لك حسيت بنشوة وإثارة عليها على بنته، وخاصة ان بنتي كانت بيضة وجميلة وكان جسمها كله بينتفض بالأنوثة. بيقول لك فلقيت نفسي بخلعها بجرتها من ملابسها بالكامل ودخلتها الحمام، وبعد كده شلتها ودخلتها على سرير أوضة نوم أمها اللي هو سريري، وعاشرتها معاشرة الأزواج. مين؟ بنته اللي كانت امها بتسيبها وتقول له اوعى البت تغفلك وتطلع بره، اوعى البت تطلع الشارع، حد من الشباب يضحك عليها، حد يعمل لها حاجه، اوعى. سبحان الله، الام خافت عليها من كلاب الشوارع فافترسها كلب جوه البيت، للاسف ابوها.
واعتاد الأب كل ما الست تخرج من البيت يشيل بنته ويخلعها، وللأسف يعاشرها معاشرة الأزواج على أمل إن هي البنت مش هتعرف تقول إيه اللي بيحصل معاها، لا هتشكي لأمها ولا هتعرف، هي أصلا غير مدركة أبوها بيعمل إيه. والأب من ضمن اعترافاته بيقول لك ما كنتش أعتقد إن الطفل المتخلف عقليا أو من ذو الهمم ممكن يحصل معاه حمل، عشان كده ما كنتش بهتم بالموضوع ده، وإلا كنت جبت لها برشام منع الحمل واديته لها من ورا أمها. لكن إرادة الله إن البنت يحصل حمل، والأم بتشوف بطن بنتها بتكبر، والأم هتتجنن ومش عارفة مين اللي عمل في بنتها كده، تسأل أبوها البنت خرجت؟ لا. البنت طلعت؟ لا. البنت أما مين اللي عمل فيها كده؟ يقول لها أنا عارف، أنت اللي غفلت عينك عنها، أنت اللي عملت فيها كده، أنت لو بتاخدي بالك من بيتك. لغيت البنت بحركات عفوية. الأم برضو، الأم ده شيء عظيم جدا. الأم ابتدت تشرح للبنت وتشاور لها مين اللي عمل لك، يعني بتوريها مين اللي عمل كده، مين اللي عمل كده. بنتي كانت بتشاور على أبوها. سبحان الله. فما كان من الأم إنها فضل الصبرة لغاية ما البنت ابتدت على وش ولادة وراحت جرت قدمت في البلاغ في أبو البنت وجوزها، قالت جوزي أبو بنتي هو اللي عمل في بنتي كذا وكذا وكذا. سرعة الشرطة في القبض على الأب منحت إن هو كانت البنت ولده كان رايح يرمي البنت المولودة، كان ناوي يرميها في مصرف. سرعة انتقال الشرطة منعت الأب لما عرف إن مراته راحت بلغت، جري بسرعة خد الجنين وكان رايح يرميه، لولا إن الشرطة مسكته وهو خارج من الشارع والطفلة الملفوفة بين إيديه كانت لسه عايشة. تم القبض عليه، اعترف وقال البنت وامها غايبه، كانت عايزه تدخل الحمام، فلما خلعتها حسيت ان انا ضعفت قدامها، وبعد كده اعتدت على الممارسه معاها كزوجه ليه. طب هل مراتك كانت مقصره؟ لا، مراتي ما كانتش مقصره. طب ايه اللي خلاك عملت كده مع بنتك؟ قال لك بنتي كان على قدر كبير جدا من البياض ومن الانوثه، ما قدرتش احكم نفسي. مع بنتك طب ما مراتك موجوده. قال لا، مراتي كبرت وبنتي لسه ظاهرة جميلة. الكلام ده في اعترافاته. الأب بيعترف بكل سفالة ويبرر جريمته، ما قدرتش أقاوم غريزتي قدام أنوثتها بنته. للأسف تم وضع الأم، طبعا البنت الوالدة دي تم وضعها في مستشفى لأن كانت لسه والدة حديثا، وكان للأسف في نزيف مع البنت، فحاليا هي في المستشفى النساء والتوليد، لكن المولود سليم. الأم بتتعالج دلوقتي، وأم البنت اللي ذو الهمم في حالة انهيار، مش عارفة، ما كانتش مصدقة إن جوزها هو اللي عمل كده، وكانت آخر حاجة متوقعاها إن يكون اللي عمل كده أبوها. هي كانت متوقعة إن هي في غفلة البنت سابتها نايمة وطلعت بره، فحد ضحك عليها من الجيران، وكانت بتشك ان اللي عمل كده حد من الشباب، خلى البنت نامت، الام نامت، فالبنت خرجت من غير ما الام هتاخد بالها، فحد استدركها جوه بيت وضحك عليها. لكن فوجئت ان اللي عمل كده هو ابو الطفلة دي او ابو البنت دي. ده يستحق مش الاعدام، ده يستحق والله يتولع فيه في ميدان عام. المشكلة دلوقتي الجنين ده، المولودة دي هتتسمى على اسم مين؟ ومين اللي هيربيها؟ إذا كانت أم الجنين من ذو الهمم هنقول إيه؟ الأيام هتقوم. ولله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.